اللهم وسع رزاقنا وغزر أمطارنا وطهر قلوبنا وغزر أمطارنا وطهر قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير او مساء الخير من اي وقت انتوا بتشوفونا فيه. ان شاء الله باذن الله ربنا يجعل نهاركم سعيد عليكم وليلكم طيب ونوم هانئ باذن الله ان شاء الله. البنت الصينية اختفت فين؟ ايه قصة البنت الصينية دي؟ بصوا يا جماعة، طلع خبر من فترة ان في بنت صينيه كانت قالت بعتت يعني ان هي بتحب مصر وبتحب تتفسح في مصر والكلام ده كله، وهي غاويه فراعنه وغاويه اهرامات والحاجات الاثريه دي. فقلنا تمام. هي قالت بقى ان هي عايزه بقى تنزل مصر، وحجزت يوم 21 اغسطس ان هي تنزل القاهره وتروح الاهرامات وتتصور، وحدث بالفعل. طيب ايه اللي حصل يا جماعه؟ البنت الصينيه دي اختفت. فطبعا الموضوع ده عمل قلق جامد. احنا في مصر الحمد لله يا رب بلد الامن وبلد الامان، ما عندناش شغل بقى. السياحه دي بالنسبه لنا يعني دول ضيوفنا. وبتبقى عيننا العشرة على السياح، سواء بقى اجانب، خواجات، عرب. لا يعني ايه، معلش، احنا عندنا الامن في مصر مختلف تماما عن اي بلد. فطبعا الموضوع ده بالنسبه لنا كان موضوع مؤرق. فقلنا لا، هنشوف. القوات المصريه بحثت وكده، وقالوا احنا هنتتبع الفتاه الصينيه دي ونشوف هي امتى وصلت، وهنتبع الاثر بتاعها ونشوف الدنيا وصلت لحد فين. وبالفعل القوات المصريه دورت كويس، وفي الاخر لقوا الفتاة هذه البنت الصينية. لقوها في مكان، في بيت. وللأسف بتمارس حاجات مش كويسة. بتعمل ايه؟ بتصطاد الشباب، سواء بقى من مصر مش من مصر. بتصطادهم كده من على النت، من على الفيسبوك ومواقع بتصطادهم وتقول لهم ايه، احنا عايزين بقى يدخلهم في علاقات حب، واحنا نتقابل وبتاع. واول ما يتفقوا ان هم يجوا لها البيت، تبتدي تخطف جزء منهم، عشان هم كتير يا جماعة. تخطف جزء منهم زي ما انا قريت في القصة كده بالظبط. وتبتدي تبتز اهلهم عشان يبعتوا لهم فلوس فدية، يعني مقابل ان هي تسيبهم وتحررهم. وهي مش لوحدها، لا، ده هي معاها كمان مجموعة من الشباب. يعني هم يا جماعة عبارة عن شبكة عنكبوتية، مجموعة عصابة، وهم بيسترزقوا من القصة الوحشة دي. ففي حاجة مهمة عايزين نعرفها يا جماعة، لازم احنا ناخد بالنا منها يا جماعة. لما يا ايها الذين امنوا، ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني انتوا ممكن تسوقوا سمعة بلدنا احنا مقابل ايه؟ مقابل انه يا دي واحدة صينية وزوار واجانب وراحوا مصر، ومصر بلد الامن والامان، وفي الاخر تتخطف. ولا دي مصر مش امان، لا، بتسوقوا سمعتنا. الكلام ده مش مظبوط. انتوا ممكن تقولوا، ممكن الاجانب نفسهم هم اللي عندهم المشكلة، هم اللي مش امان، هم اللي بيسوقوا السمعة. مش يعني مش شرط ان هم عشان اجانب وهم خلاص ملايكة وجايين البلد وكده، لا، هم ممكن يكونوا هم نفسهم اللي عاملين لنا المشكلة. فنتبين يا جماعة، ربنا يحفظ بلادنا والبلاد كلها من كل سوء، والوطن العربي كله من كل سوء. امين 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 يا رب العالمين. طيب يا جماعة النهاردة قررت اعمل لكم بيتزا. طبعا يا جماعه، انا اللي يعرف، او انا ما قلت لكمش تقريبا، ما جاتش فرصه ان انا احكي لكم ان انا كل حاجه بنطبخها في الاواني البايركس، لان بنتي ممنوعه من انها تاكل في اي حلل بالالومنيوم بقى، تيفال، مش عارفه مين، عفريت ايه، لا، ولا اي حاجه. الحاجات دي كلها ممنوعه منها صحيا. تمام. والمفروض يا جماعه اللي انا فهمته من الدكتور ان المفروض الناس كلها ما تاكلش في الحلل دي. يا جماعه الناس كلها ما تاكلش في الحلل دي. ليه؟ بتجيب امراض وحشه لا قدر الله، وبتعمل بقى يعني حتى ما جابتش مرض وحش بعينه، هي هتنيل حاجات تانية في جسمك.
تمام. اسفة على الفاصل ونواصل. تمام. فاحنا احنا بناخد بالاسباب، والشفاء بايد ربنا. وبنتي عندها تاخر وشويه حاجات كده، هبقى ان شاء الله اطلع في فيديو افهمكم الدنيا ايه. المهم ان احنا عندنا مشكله، هي عندها مشكله في موضوع المعادن وحاجه اسمها معادن ثقيله وكده. فاحنا دلوقتي بناكل كل حاجه في بايركس وبنشرب في بايركس. ودي انضف معدن يا جماعه، ده ليكوا كلكم مش لينا احنا بس، لينا للناس كلها. تمام. هنا بقى بعمل بيتزا جماعه. معلش تعقيب بس على نقطه الزيت انا حطيتها دي، الزيت كمان نو. تمام. المفروض يا زيت زيتون يا سمنه يا اي حاجه. طبعا انا استسهلت وغلطانه والف غلطانه ان انا حطيت نقطتين الزيت دول، ما كانش المفروض احطهم. وازازه الزيت دي انا كنت سايباها في البيت احتياطي، قلت اي حاجه كده ولا كده. بس للاسف هي غلطه برضو، ما كانش المفروض اسيبها في البيت، ومفروض ان انا اسيبها على طول اتصدق بيها او كده. لانه مش كويس يعني، الزيت نفسه مش كويس. المهم احنا دلوقتي بنعمل بيتزا. انا بعمل ايه؟ انا بحط شويه زيت على الدقيق وافركهم. عارفين يا جماعه الكحك البلدي لما تيجوا تعملوه كده وتقعدوا تفركوه الاول مع السمنه والبتاع؟ هو انا بعمله كده بصراحه، وبعتمد الطريقه دي لان هي بتخلي العجينه في مكان تاني خالص. العجينه تحس انت بتاكل ايه، حاجه كده يعني طعمها كده ايه يعني انتوا عارفين الحاجه اللي تحسيها مدهننه كده زي الفطيره. هي بتبقاش زي الفطيره قوي، بس هي بتبقى برضو ايه يعني شاربه، بيبقى طعمها جميل بصراحه. ما بتحسوش ان هي عجينه فقيره يعني. بتبقى غنيه. وطبعا انتوا عندكم نصائح يعني، عندكم بزيت الزيتون بتطلع طعمها تحفه، عندكم زيت جوز الهند بيبقى غالي حبتين بس بيطلع طعمها تحفه برضه، مفيش مشكله. عندكم السمنه مفيش مشكله، عندكم زبده مفيش مشكله. كل دي بدائل صحيه عن الزيت. طيب ادي هنا يا جماعه، انا هنا بعمل الصلصه في البيت. بصوا يا جماعه، الصلصات المعلبه دي ارموها في اي زباله. محدش يستخدم صلصه معلبه، خطيره 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 من الدرجه الثانيه. اعملوا. بص انا بعمل لكم ايه، شايفين؟ انا بجيب، انا طبعا عامله كميه على قد يعني، كان معايا شويه طماطم في الثلاجه فقلت ايه اشطفهم كويس وابتدي اعمل لهم صلصه. انا بعمل الصلصه دي بضربها في الخلاط، حته تومه، نقطتين خل، شويه سكر، وممكن لو حته فلفل اخضر كده سبايسي شويه، اروح ضربهم كلهم في الخلاط وارفعهم على النار لحد ما يبتدي يتقل معايا وتبتدي تبقى في الاخر معايا صلصه. انا كده معايا صلصه، اشيل جزء منها في الفريزر، ومنين ما احتاج اطلع حته او اطلع الكيس كله اطبخ بيه، وتبقى الدنيا معايا كده سهله، واحنا كده في الجمال وفي اللذاذه وفي النظافه. تمام. ونبعد يا جماعه عن الصلصات المعلبه دي، ابوس ايديكم ورجليكم، خطر 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 خطر. بعد الزيوت هي خطر. طيب انا هنا بعجن البيتزا. طبعا انا العجينه بختبرها الاول، سوري الخميره بختبرها الاول. عارفين احساس ان انا بحاول ان انا اشمر، بس ايه افتكر ان الكاميرا شغاله فمش هينفع اشمر، اروح مرجعه الكم تاني مكانه. المهم بختبر الخميره، احطها في شويه ميه دافيه، معلقه سكر، احط الخميره، اقلب وبعد كده اسيبها في طبق في كوبايه على جنب لحد ما تفور. هما في ناس بيحطوا على العجينه على طول على الدقيق. خلاص لو انتوا واثقين مفيش مشكله، بس انا اتعودت كده، اتعودت ان انا لازم اختبر الخميره. بس يا جماعه، واعمل لكم بقى اقعد اعجن فيها كده كويس ونشوف بقى ايه. ما بحبش بصراحه اسيب الطبق فيه فتافيت وحاجات من الجنب، بحب كله يبقى حته واحده كده يعني. بحس الفوايد سوري الحاجات الفايضه الصغيره دي بحس انها حرام تترمي بصراحه. ف خلاص انا كده عجنت العجينه، وهقول لكم بقى قصه المعادن الثقيله. بصوا يا جماعه، احنا كل حد في جسمنا فيه معادن، تمام؟ هي بنسب معينه. المعادن دي لو زادت بتبقى وحشه، لو قلت بيبقى مش كويس. زي ايه اللي مش كويس؟ زي الحديد معدن، لو قل يبقى انت عندك ايه، يجيلك فقر دم. تمام. طيب ايه الحاجات المعادن اللي لو زادت بتبقى وحشه؟ زي مثلا ايه معدن اسمه النيكل،
بيبقى موجود بغزاره في البطاطس، ثمره البطاطس، عشان محدش يقول لي بطاطس محمره بالذات، لا هي ثمره البطاطس نفسها. اكلها بزياده بطريقه مفرطه فيها بتزود معدن النيكل، ومعدن النيكل ده كارثه كارثه لو زاد في الجسم. وشرح الرصاص ده بيجي من ايه؟ من كل المعادن بقى، من الحلل بقى ايه الالومنيوم بقى والتيفال الهباب وكل الحاجات المنيله ب60 نيله دي، والطاسات والصواني الفرن، كل دي بتيجي منه، بتسبب معدن الرصاص. والرصاص لما بيعلى بيعمل مشاكل في الذاكره ومشاكل في المخ ومشاكل تاخر ومشاكل سلوكيه، يعني مش قادره اقول لكم بيعمل ايه. خلاص، فاحنا لما رحنا عملنا كشف معادن، لقيت ان بنتي عندها النيكل عالي جدا، كانت تاكل رصاص محمره بشراهه. تاني حاجه لقينا الرصاص عالي جدا من استخدام النيله. وعايزه اقول لكم حاجه يعني انبسطوا بيها يا جماعه، انبسطوا بيها. الرصاص مش موجود بس في الحلل، الرصاص موجود حتى في اكياس الحاجه الحلوه اللي من جوه لونها سيلفر. يعني جيبي باكو بسكوت كده ما فيهوش بقى هو ولا مقلي ولا كاني ولا ماني، افتحي علبه البسكوت من جوه او افتحي كيس البسكوت، هتلاقي من جوه ليه غطا كده معمول بلون فضي. هو الفضي ده برضو نفس الكلام، رصاص. المولتو رصاص، مش المولتو نفسه، الورقه بتاعت المولتو رصاص، الشيبسي من جوه رصاص. فالرصاص موجود في كل مكان. احنا بس على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا احنا مش هنقدر نبطل كل ده، بس انت على قد ما بتقدري بتحاولي ان انت ما تدخليش في القصص دي، وان انت ما تجيبيش الكلام ده كله بغزاره، وتاخدي بالك قوي وانت بتاكلي عيالك انت بتاكليهم ايه. ليه؟ لان هرجع اقول لكم تاني، جماعه عيالكم امانه، جماعه جسمكم بتاعكم امانه، جسمكم مش بتاعكم، عيالكم مش بتوعكم. ناخد بالنا، دي امانات ربنا مديها لنا، كل واحد يخلي باله على الامانه بتاعته. طيب جينا هنا بنغسل المواعين، نغسل الكوبايات والكلام ده كله. ووريتكم حته كده في الاول ان انا برضو يا جماعه لازم تعملوها لما تيجوا تغسلوا باي ماده صابون او اي حاجه، لازم تحطوا شويه خل. تمام، شويه الخل كانت صاحبتي قالتها لي المعلومه دي، كنتش اعرفها بصراحه. انه الخل مش بيخلي الصابون يدخل الجسم، لان بصوا شايفين الرغاوي دي كده، الصابون بيدخل جوه جسم البني ادم. فلا، الخل بيمنع ان الصابون والرغاوي دي تدخل جسمك، وفي نفس الوقت بينظف المواعين، بيديها لمعه حلوه، وفي نفس الوقت بيشيل الترسبات. يعني انت بعد ما بتغسلي المواعين وتشطفيها بيبقى فيه ترسبات من الصابون برضو بتدخل جسمك لما بتيجي تطبخي، لا الخل بيشيل الترسبات دي خالص باذن الله طبعا. فدي شويه معلومات صحيه. فادي بنتي الاموره لازم تدخل وتغسل وتساعدني في المواعين. وانا يا جماعه بشجع اللعبه الحلوه، يعني طالما ده مش بيضرها تمام، فاحنا تمام، ما عندناش مشكله من اي نوع. خليها تشطف، بديها فرصه بصراحه انها تغسل، انها تشطف. هي ما بتغسلش قوي بس هي بتعرف تشطف كويس. يا جماعه البايركس ده بجد جنني، بتبقى فيه بقعه كده خلاص ما بتطلعش، تحسيها مع الزمن ده ولا ايه؟ بس هي ما لحقتش بصراحه. هو زي شفتوا كده من ورا النقط السوداء دي، لما بتبقى مثلا في نقطه فيها دهنه او حاجه كده خلاص بتلزق في الطبق، شكرا ما بتطلعش. بس انا هحاول برضو اشوف لها بديل، ان انا مش هغيرها بس اقصد ان انا اشوف اي نوع صابون ولا اي حاجه بتشيل البقعه دي، عشان شكلها بجد مش ظريف خالص. بنتي الاموره اهي بتشطف، والله انا بفرح جدا لما الاقيها بتقعد تشطف كده وتفرحني بصراحه، اقعد اشجعها وكده، ولازم اساعدها طبعا. انا لو سبت لها الدنيا هتاخد الميه دي وهتنزل بيها بقى ايه تنام على البلاط بالمره. بس والله بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه، ما تسيبوش عيالكم، يعني هما بيزهقوا على فكره من التليفونات، بيجي عليهم وقت بيزهقوا من التليفونات، او لو انت حرمتيهم من التليفونات بيبقوا لا احنا عايزين، بيلاقوا فيه وقت فاضي فبيبقوا عايزين يقلدوا. فايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا عارفه ان هي بتنظف وفي نفس الوقت هي عايزه تلعب، عايزه تشغل وقتها. تعالي يا حبيبتي مفيش مشكله، تعالي نضفي، اشطفي لي الاطباق وساعديني، واسمك بتعملي حاجه كويسه، ودي حاجه
جميله بالنسبه لها. هي كده حاسه ان الانسان لما بيعمل حاجه بيحس ان هو ليه قيمه، ليه قيمه في المجتمع. وطالما انا بشجعها هي بتلعب كده اهو. طالما انا بشجعها برضو الدنيا ايه، الدنيا تمام معانا. لازم تشجيع طبعا، لازم تشجيع. ننتقل بقى ايه الى الفقره اللي بعدها. يعني انا بس طبعا بشيل الحاجات، سايبه الصلصه تصلصل على النار كده براحتها، تاخد وتدي بشكل ودي. وهنا لولو داخله برضو، مفيش فايده. هلعب بالميه، يعني هلعب بالميه وهغرق لك المطبخ وهنيل لك الدنيا ب60 نيله. حبيبه قلبي طبعا تعمل اللي هي عايزاه، المهم ان هي تكون مبسوطه. هرجع بقى الحاجات كده مكانها، وننضف برضو ايه، نغسل بقى المعالق والشوك. والله حاجه جميله يا جماعه لما تبقوا قاعدين كده انتوا الاتنين بس. والله ربنا يكترنا ويكتر مواعيننا ويكتر ناسنا ويكتر كراكبنا، والله يعني بجد يعني دعوه حلوه عشان الونس حلو. بس لما تبقوا قاعدين لوحدكم بتبقى برضو المواعيد عبيطه، يعني فاهمين، متبقاش مواعين حقيقيه قوي، تحس انك كده بتعملي عباطه. ف انت سبتي الكاميرا يا ست مريم ورحتي جريتي على الصلصه ليه؟ ما تاخدينا معاكي على على الصلصه، فرجي الناس انت بتعملي ايه. يلا بينا اهو، سمعت كلامي، يلا برافو. ورينا بقى الصلصه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. جماعه في ناس بتصفي القشر بتاع الطماطم، لو انتوا عايزين تعملوا ده اعملوه، مفيش مشكله من اي نوع. بس انا بمزاجي، يعني حسيت ان انا رايقه ممكن اصفيه، حسيت ان الدماغ والكيف مش رايق بسيبها زي ما هي، زي كده كده مضروبه في الخلاط. بس بسم الله ما شاء الله بتديني صلصه هايله هايله ومنقذه بصراحه. هنا كنت بشيك على العجينه، وهنا هو انا هنا بتكلم ولا مش بتكلم؟ لا تقريبا هنا بتكلم. طيب يلا بينا نبص على البيتزا. هو انا كنت مصوره فيديو، كنت بفرد لكم العجينه وبحط الصلصه والفلفل والحاجات دي. جماعه دي بيتزا بيتي بيتي صرف، تمام، لا جبنه رومي ولا جبنه موتزاريلا ولا حوارات ولا فراخ ولا اي حاجه، دي حاجه بيتي صرف جدا. انا عملتها في السريع، عارفين لما بتبقى نفسكم في بيتزا وبتعملوا حاجه في السريع قوي، هو ده اللي حصل معايا، عملتها في السريع جدا. فطبعا انا كنت بصور الفيديو واكتشفت ان الكاميرا مقلوبه. ايه رايكم؟ بيتي قوي يعني، بيتي قوي. الكاميرا كانت بتصور بالشقلوب، فكنت هقول لكم يا جماعه اقلبوا الموبايل عشان تتفرجوا وانا بعجن. لا لا لا، قلت لا، وعلى ايه اشيل المقطع وايه. اتلسعت تقريبا. قلت اوريكم البيتزا الاموره. هي طبعا سخنه والله مولعه، شهيه، المفروض ان انا والله شهيه، طعمها جميل جدا، بيتزا بيتي قوي يا جماعه قوي. كنت عايزه اقول لكم بس كنت عملت حاجه، وكنت بقول لكم بحط في الوش الخضار ده يا جماعه بيدخل ني على البيتزا، ما بتشوحوش في النار من فوق، تحطوا ني وفص توم مطحون مع اللي هي الخضروات اللي بتبقى من فوق دي، وتحطوا السمنه بتنقطوا بيها وش البيتزا عشان بتدي نكهه خطيره خطيره خطيره. طبعا انا على الاغلب بجيب السكينه عشان اوريكم البيتزا وهي بتتقطع. فهي اهم حاجه يا جماعه، بصوا الريسك كله فين، ان البيتزا دي ما تلزقش في البايركس. ليه؟ لان انا اول مره اعمل بيتزا في بايركس ومش عارفه هبقى قد التحدي ده ولا لا، لان بخاف ان البايركس دايما يمسك في البيتزا. فانتوا فاهمين القصه دي تمام، احنا واخدين دايما على صواني الفرن، فانا ما عنديش اختيار ان انا اعمل حاجه في صينيه فرن تاني، فمجبر اخاك لو بطل ان انا لازم اكمل في تحدي البايركس. فهنا بوريكم البيتزا اهو يا جماعه، اكد ان هي اهو بصوا الحمد لله حاول افكها من الاطراف. بصوا و واضح جدا جدا هي من الاطراف سيكه لازقه، بس انا بعمل كده بالسكينه، انا كده بفكها. لكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله البيتزا ما لزقتش. يعني ايه، انا جايه من المستقبل اقول لكم البيتزا الحمد لله ما لزقتش. مش عارفه مصوره لكم المقطع ان هي ما لزقتش ولا ايه. المفروض استناها تبرد تقريبا عشان لو قطعتها كده يبقى مصورة. في عجينه وحوارات. بس هي كده ما شاء الله الحمد لله جميلة. ما اتحرقتش من تحت وما لزقتش من في القعر بتاع البايركس. وهوريكم هنا قولي
اوريكم كده. ماشي 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 ماشي. ايه ده، انا بطيئه قوي يا جماعه. ايه ده، ايه البطء ده، ايه البطء ده؟ هو انا مش مجريه الفيديو؟ هلا هلا المفروض هلا شكلي مش هلا. مجرياه، والله شكلي بطأت في الحته دي. اصل انا في الحقيقه بطيئه. بصوا يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. مش لازقه، مش لازقه وزي الفل. والله يا جماعه صبرتوا جماعه جربوها، ما ونورتوا. تخافوش من البايركس. فين الجمال؟ البايركس انا هقول لكم مشكله البايركس في ايه. البايركس مشكلته الازليه تمام انك ما تعملش هنا كمان حاجه زي يا زي جماعه بسم الله ما انك شاء الله. تحط سخن قوي على متلج حاجة قوي. عسل. بمعنى ايه، انا حاطه البايركس على النار والبايركس سخن، خلاص سخن. اقوم انا بقى من نافوخي كده اروح مثلا جايبه كيس الصلصه المتلج، اروح حاطاه مثلا على البايركس وهو سخن، هوب يبقى تلج مع سخونيه، تبرد. هيفرقع مش ودش مستعد في وشي مرتين او 3 مرات تقريبا، لان انا كنت لسه بتدرب على البايركس. ما تعملوش الحركه دي. ايه اللي ممكن تعملوه؟ لا انتوا البايركس تحطوه، ما تشغلوش النار، حطوه على البوتاجاز عادي، وحطوا الحاجه اللي عايزه تتفك سواها تتفك وتاخد نفسها تمام. وبعد كده افتحوا البايركس على الحاجه اللي هي مفكوكه دي، وخلاص على كده. طيب لو حبيتوا ان انتوا، انا هنا تقريبا بحاول اشيل البيتزا عشان اقول هي لكم مش صوروني صوروني بالبيتزا الجميله الاموره دي. لان انا مفيش حد بيعمل صوروني يا بيتزا في جماعه، اطباق بايركس. والله يا جماعه انا معروفة زهقت من بتعمل الاسدال ده، عايزه ابتدي اصور لكم حاجات تانية. بصوا انا متدهوره في نفسي، متدهوره والله. اي حاجه ليها معدن طيب، الومنيوم، شوف هنا انا بقول ايه. الكلام ده ان هي تاكل فيها، فعشان صحتها بعمل لها حاجات في بايركس. طيب السؤال التاني، طب انا بعمل ايه لنفسي؟ جماعه انا معاها حطيت نفسي في نفس الحاله تمام. الحمد لله انا ما عنديش تسمم معادن ولا حاجه، وان شاء الله ما يطلعش فيه حاجه يعني، بس انا عملت اختبار ما لقيتش حاجه. بس تحليل اقصد. الفكره ان انا خلاص عرفت ان هي اصلا الحلال والحاجات الالومنيوم كل الكلام ده كله للاسف بيعمل امراض وحاجات وحشه مع الوقت، مع تخزين المعادن دي في الجسم بيعمل حاجات وحشه. فخلاص انا مشيت نفسي على السيستم بتاعها، وبقيت انا كمان زيها بنسلق المكرونه في بايركس، بنعمل اي حاجه في بايركس، حتى اي حاجه بتتعمل في بايركس. والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. بس احنا بنقول بنعمل اللي علينا، وبرضو الباقي على الله، والشافي هو الله والحافظ هو الله. باي باي.